كم من شاب فكر في الزواج وبإتمام هذه الفرحة، لكنه عزف عن ذلك وعن تحقيق حلمه وبناء أسرة له بسبب غلاء المهور ونفقات الزفاف المعروفة. في اليمن مثلا الذي تمزقه الحروب عملته الريال انهارت أمام الدولار، تكاليف كثيرة ترهق المقبلين على الزواج. المهور فيها تتجاوز أحيانا 3 ملايين ريال يمني، أي نحو 6000 دولار، في بلد دخله السنوي يصل لنحو 1000 دولار. أضف إليها زينة العروس من المجوهرات والتي قد تصل أحيانا لنحو 2,000,000 ريال يمني، أي 4000 دولار. هذا إلى جانب تكاليف أخرى عديدة نعرفها، مثل تجهيزات بيت العروسين، نفقات الحفل وغيرها 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 الكثير من النفقات. لكن هنا الشيخ علي هادي يامن هو أحد المشايخ في محافظة ريما وسط اليمن، أعلن عن مبادرة لتيسير الزواج وكتب منشورا على حسابه بفيسبوك يقول: قمنا بمبادرة من شأنها تيسير الزواج بعد أن أصبحت المهور والمبالغة في الاحتفالات سبباً للمشاكل النفسية لمعظم الشباب. المبادرة قابلة للتنافس، المهم أن نحطم هذه الظاهرة المرهقة على مجتمعنا والمعيقة لعفاف أبنائنا. إذن كم تتوقعون مبلغ المهر الذي حدده الشيخ لابنته؟ هذا هو عبارة عن 200,000 ريال يمني فقط، أي حوالي 370 دولار. صورة عقد القران حظيت طبعا بتفاعل كبير بين اليمنيين، وهذه هي الصورة. أما العريس الذي تم عقد القران له بابنة الشيخ فهو هذا الشخص عز الدين محمد. إذن كيف علق اليمنيون على هذه المبادرة في تخفيض مهر ابنته كمبادرة لتيسير الزواج؟ نبدأ هنا بتغريدة أبو أنس يقول: مبادرة مباركة لا يقوم بها إلا أشخاص تجملوا بأروع وأجمل الصفات. نرجو أن تحفز الكثير من الأشخاص حتى تتعمق المبادرة وتتجذر لتصبح سلوكا لأغلب الآباء. وصلنا لتغريدة أخرى وهي لفيصل يقول: بادرة طيبة، لكن بحكم الوضع وغلاء متطلبات الزفاف فلو زادت حتى إلى 1,000,000 فهو مبلغ أيضا معقول، لكن ما يحصل حاليا من مبالغة في المهور يعتبر أمر مؤسف. ننتقل لعبد الجبار: نرجو من الجميع أن يحذوا نحو التغيير السليم ويكن في ضوابط، لأن بعض الناس يجعل من كرمك مسخرة وقد حصلت. ننتقل لعادل يغرد على هذا الموضوع ويقول: أعتقد أنك بهذا العمل تنبه الجميع على الكارثة التي أرهقت الشباب وأعاقت مسيرة الزواج في مجتمعنا، والتي أصبحت كل يوم تزيد تعقيد وتكلفة. أخيرا تغريدة خالد الحاج يقول: لو حددنا المهر ب500,000 مثلا لا تكفي لتجهيز البنت وحاجاتها وذهبها، إلا إذا كان الأب مقتدر على ذلك، وهذا شيء مستحيل في مجتمعنا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. إذن في العام 2021 بالتحديد شرعت سلطة جماعة أنصار الله الحوثيين بتطبيق ما اسمتها بوثيقة تيسير الزواج، وقامت بتدشينها بمحافظة إب وسط البلاد، وحددت المهر النقدي ب800,000 ريال يمني، أي نحو 1500 دولار للشابة البكر. أما الأرملة بالتحديد كان مهرها يصل لنحو 750 دولار. الوثيقة تلزم الأمناء الشرعيين بعدم تمرير أي عقد زواج لا يلتزم بما جاء فيها، بل وتعاقب من خالف ذلك بغرامة تصل إلى 200,000 ريال، إضافة إلى السجن لمدة 2 شهور. لكنها قوبلت بسخرية وانتقادات من معارضي الجماعة بدعوى أنها تفرض أجندة للجماعة السياسية.